قبل ما تقرر تشتري اي عقار في مصر لازم تشوف الفيديو ده. بناء على طريقة تفكيرك واحتياجك هقولك على افضل نوع عقار مناسب ليك ممكن تشتريه وفين وليه. احفظ الفيديو ده عندك لانه هيبقى مرجع ليك قبل ما تشتري اي عقار، وابعته لاي حد يهمك وعايز تفيده. وانا هنا بتكلم على عقارات التقسيط. اول حاجة، لو عايز تشتري عقار عشان تبيعه بعد سنتين وتكسب فيه، لازم يكون متوفر فيه العوامل اللي انا هقولها دي. لازم تكون المنطقة ساكنة وعايشة مش منطقة جديدة. يفضل يكون العقار اللي بتشتريه مش معروض زيه كتير في نفس المنطقة تقسيط، عشان اللي بيفكر يشتري منك ريسيل ما يلاقيش حاجة شبهها. افضل مكسب هيجيلك لو اشتريت بسعر الافتتاح او سعر الطرح الاول يعني، لان ده بيبقى اقل سعر. لازم طبعا يكون مطور محترم وده في كل الاحوال، بس الافضل يكون مطور عليه طلب كبير على مشروعاته. كل ما يبقى فيه طلب كبير على الايجار في المنطقة دي، كل ما بيع وحدتك هيبقى اسهل. اختار وحدة مميزة في المشروع اللي بتشتري فيه حتى لو اغلى، لان برضه بيعها هيبقى اسهل. مش بيفرق هنا اذا كنت بتشتري سكني ولا تجاري ولا اداري، لانك شاري بهدف البيع. المهم يبقى متوفر فيه العوامل اللي انا قلتها دي. العيب هنا ان العقارات اللي بالمواصفات دي بتبقى سعرها غالي، وفي اغلب الوقت بيبقى فترات السداد قصيره نسبيا، ده غير انها مش متوفر منها كتير. طيب اكتر مناطق ممكن تشتري فيها وتبيع بعد سنتين: القاهره الجديده، الشيخ زايد، اكتوبر، وطبعا اماكن معينه فيهم مش في كل الاماكن. تاني حاجه، لو عايز تشتري عقار استثمار طويل الامد، في المقابل هيبقى السعر اقل بكتير من النوع الاول وفترات سداد اطول، بس هتستنى عليها 4 أو 5 سنين وممكن اكتر. وهنا بقى لازم تاخد بالك من العوامل دي. لازم يكون عندك مؤشرات بتقول ان المنطقه دي هيبقى عليها طلب وتشغيل قوي في المستقبل، زي مثلا منطقه البرج الايقوني في العاصمه. ولو حواليك اسماء مطورين كبيره، ده برضو مؤشر قوي. يفضل يكون في حجم مبيعات كبير تم في المنطقه دي، وده بيبقى دلاله على توجه الناس ليها. اعمل حسابك ان اغلب المطورين في مصر بيتاخروا في التسليم، بس برضه لازم تبقى عارف سابقة أعمال المطور، ولو اتأخر قبل كده اتأخر قد إيه وكان إيه السبب. شوف الفرق في السعر بين المنطقة اللي هتشتري فيها والمناطق المشابهة اللي شغالة دلوقتي. لازم يكون الفرق كبير ويستاهل إنك تصبر على استثمارك الفترة دي كلها، ولو الفرق مش كبير يبقى ملهاش لازمة. وأكتر مناطق فيها استثمار طويل الأمد هي العاصمة الإدارية ومستقبل سيتي ونيو زايد، وبرضه طبعا أماكن معينة فيه. لو بتفكر بقى تشتري عقار عشان تسكن فيه أو عشان تأجره، أو بتفكر تشتري عقار ساحلي، دول بقى ليهم شروط تانية. لو عايزني نعمل لها فيديو اكتب لي في الكومنتس. انا سامي صموئيل، وما تنساش تعمل لي فولو عشان تظهر لك باقي الفيديوهات.